مشاريع النصب والاحتيال صارت موضة بين الشباب، واستغلال المشاعر صارت روتين. الشباب يسووها لكسب الأموال، وشباب بوجهها شوارب تحسب نفسها رجال. والمشكلة كل العالم تحلف براسهم وحسبال هذول الشباب بني آدمين، ما يعرفون هذول حيوانات. يا جماعة الخير، أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة يونان في. قناة يونان في راح تكون قناة متنوعة، راح تكون يونان في ترافل، يونان في كار ريفيو، يونان في فود ريفيو، يونان في ريل ستيت، يونان مدخل خشمه بمواضيع ما تخصه. آرائي في هذه الحلقات راح تكون آراء شخصية، ما أكو عليها أي تأثير من أي جهة معينة أو من أي أشخاص معينين. يمكن تكون آراء صح، يمكن تكون آراء غلط. أحب تشاركوني آراءكم التهمينة، وإذا عندكم مواضيع تحبون نطرحها دزولي، وإذا عندكم أماكن تحبون نسويها ريفيو هم دزولي. خليكم ويانا نشوف حلقتنا اليوم عن شنو هي. يلا يا جماعة الخير، قصص الاستغلال والنصب على البنات صارت مشاريع الشباب بهذه الأيام. الشاب قام يبيع رومانسيات ومشاعر على حساب ياخذ له كم فلس، ويستغل البنية ويضحك عليها. وبعد ما نشرت قصتين قامت تجيلي قصص هواية. اكو بنات قاموا يتواصلون ويطلعون من الخوف اللي هم كانوا بيه ويحجون قصتهم، على وأنه باكر عقبه واحدة ما توقع بنفس المشكلة أو بنفس الفخ. اليوم قصتنا عن فد بنية راح نسمي اسمها سارة، على مود القصة تكون سهلة، على مود نتبع التفاصيل بسهولة. طبعا سارة مو اسمها الحقيقي، وصراحة حتى أنا ما أعرف اسمها الحقيقي، هواي ناس تخابرني ما تقول لي أساميها الحقيقية، فأني سميتها سارة. سارة من نوع البنات اللي بعدها متمسكة بالتقاليد، اللي هي تقاليد الزواج، الواحد يعرف الثاني، قرايب أقارب. مثل ما يقول لك الأقارب أولى بالمعروف، أحسن من ما نروح نتعرف على واحد غريب ونعرف قصته وأصله وفصله وقرعة أبوه. نتعرف على قرايبنا وأقاربنا، ومن هناك يمكن العلاقة تصير أو يمكن ما تصير. وهنا من أقول أقارب، طبعا ما أقول أقارب بالدم، يعني ابن عم ابن خال، أنا هاي الشغلات ما آمن بها، لأنه الزواج القريب كلش مو زين صحيا. أقارب قصدي أنه شايفين من نقول ابن عم الخياط اللي خيط بردة العروس، هيجي قصدي أقارب. سارة تعرفت على شخص، هذا الشخص يصير قريب قريبها بدون ذكر اسماء او مناصب، على المود لا يتعرفون عليهم. وصار اكو استلطاف بين هذول القريبين اللي هي سارة وقريبها، وتطورت المشاعر وحبوا يمشون الموضوع ويطوروه، وباشر عقب ما ان شاء الله يصير زواج. واكيد طبعا وعدوا بعض انه راح يبقون البعض ويخطبون بعض ويتزوجون البعض. تعرفون هذا الموضوع اللي متداول بهذه الايام. الضحية هنا حالها حال كل بنية صدقت بهذا الموال. طبعا لا احد يلومها، هواية بنات صدقوا، واكو بالفعل طلع الولد امين، اكو طلع غدار. بعد ما انه علاقتهم جات تتطور الى الاحسن، الولد اقنعها انه دا يريد يسوي بزنس. هذا البزنس اساسه بالعراق. شنو هو البزنس ما حد يعرف، اعتقد تجاره ما تجاره، من هالسوالف ما وصلت التفاصيل، بس انه عرفت البزنس على اساس اصوله بالعراق صاير، وهو محتاج دعم مادي. فقومي يا بنيه ساعدي بالقدر الامكان. وهنا أنا بلش موضوع سحب الفلوس، ما بين انه احتاج فلوس للبزنس، وما بين انه امي واختي مريضة وما عندنا فلوس وما عندنا ناكل، ومن هالسوالف والى اخره. الى ان سحب منها مبلغ ما يعادل اكثر من 40,000 دولار، بدون ذكر مبالغ بالضبط، على المدهمين لا يعرفون منه هذول الاشخاص، بس مبلغ كان كلش كبير. وصلت فترة انه بلش البرود من هذا الشخص بعد ما سحب مبالغ كلش كبيرة، وبلشت البنية تسأل عن فلوسها. يعني ايش صار موضوع المشروع، شو وقت يسوون فلوس، شو وقت تدفع لي، يعني بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وبين على الولد موضوع الاهمال، وبين ايضا انه جاي يجر نفسه من موضوع الوعد مال الخطوبة وزواج ومن هالسوالف. البنية شافت انه ماكو نفع لا بالقال ولا بالقيل. قومي يا بنية يا سارة روحي الام هذا الولد، وحكت لها الموضوع. الام انصدمت. سارة قالت للام انه هي جابت موضوع البزنس مال العراق، وجابت رقم الولد اللي متورط او المشترك بالبزنس اللي بالعراق، وقالت راح تخابرهم على مود تفهم شنو الموضوع وشنو هذا البزنس وفلوسنا شو وقت ترجع. الام مصدومه ما قالت غير اوكي بنتي سوي اللي تقدرين عليه. تواصلت ساره ويا شركاء هذا الولد اللي هم بالعراق. سلام عليكم. وعليكم السلام. شنو موضوعكم؟ قالوا لها منو انت؟ قالت لهم اني فلانه الفلانه وهذه قصتي. الولد لا دا يرجع لي فلوسي ولا بطيخ. شو اسوي؟ هم قالوا لها ما نقدر نساعدك، يعني احنا شركاء بالبزنس هو، ولا نقدر نقول لك اي معلومات، لانه احنا ما نعرفك اصلا ولا هو حاكي لنا عنك، فاحنا بوضع ما نعرف شو نقول لك صراحه يا بنت الحلال. قومي البنيه اتصلي بناس بالعراق، قالت لهم هيك وهيك السالفه، تقدرون تجيبوا لي حقي اذا ادفع لكم فلوس؟ قالوا ايه، جيب لك حقك من هذا الولد بطريقه او باخرى، افتهموها شو ما تريدون. يقول لك هنا الولد
أو خطيب سارة خلينا نقول سمع بالاتصال اللي صار بين سارة والشركاء بالعراق، وهنا حقيقة الولد قامت تطلع بالمشرمحي مثل ما نقول، يخابر سارة ويفشر وكيت وكيت وانت هيجي وهيجي وهيجي وما راح اعطيك فلوس وسوي لي تسويه. سارة من النوع اللي وقت الجد تحط مشاعرها على صفحة. قومي يا سارة روحي لأم الولد مرة ثانية، خالة ابنك هيجي وهيجي سوى. الأماية حالها حال أي أم ينضحك عليها بولادها، قالت لها يا بنتي ماكو هيج حكي، ترى ابننا يحلفون بيه العالم كله وتعرفين ابننا هنا يشتغل ويا المشاهير وما اعرف شنو من هالسوالف ورجال وعلى باب الله وكلش حقاني. قالت لها خاله حاضر راح اخابر لك تليفون وقدامك تسمعين الحكي. هو ما يعرف انه هي رايحه يم امها هسه. قومي يا ساره خابري الولد. من مجاوب ومبلش بيها فشار، انت ايش تريدين مني يا فلانه فلانه يا كافحاء من مسبات ومن هذا. الام مصدومه وهو ما يعرف امه تسمع الكلام. الام تفاجأت وما توقعت هذا الكلام ابدا. الناس تحلف براس ابنها وش قد هو مؤدب وخلوق. ساره قالت خاله انا احتاج فلوسي. الامايه قالت بنتي تعرفين اني من وين اجيب فلوس؟ اني مره كبيره انا عايشه على ابني، يعني ما اعرف شو اقول لك. اذا هو طلع هيك والله ما اعرف شو اقول لك. عندك اثباتات روحي للشرطه ما شرطه. هنا المشكله تصير هوايه ناس تصير شغله ثقه ما ثقه من تصير هيك مواضيع، فما يكون لا اوراق لا شكات لا اي اثباتات انه هذا شخص منطي فلوس. وحتى لو منطي فلوس يقول لك شو اسوي يعني انت ما قايل لي هاي فلوس ما شنو، يمكن انت تعطي لي يعني لانه انت تحبني حالك حال اي شخص. يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. هوايه بنات يصير عندهم خوف من التهديد. الولد تعرف الولد يهدد راح قلت لك وراح اسوي وما اعرف شنو. البنيه تصدق بهالمواضيع وتفوت بحالات نفسيه وامراض نفسيه بعد تصير تخاف من كل شيء، فتخاف حتى تحكي لاحد ايش دا يصير وياها، لانهم ما يريدون يحجون عبالهم الناس راح تحكم عليهم وراح تقول لهم باعوا فلانه وباعوا فلانه. هسه مثلا الولد يقول لك ما حد يهتم بسمعته، بس البنيه دا تخاف تطلع وتحكي لعالم تقول لها ها ما اعرف شنو انت هيجي كنتي وانت هيجي كنتي. الولد بهالمرحلة جاي يتغذى على خوفك وجبنك هذا. وحدة من استراليا اتصلت بي وحكت لي قصة، ولو بهاي القصة هي يعني طلعت بكلش بنجاح، بس ثاني يوم خابرتني قالت لي هنا رجاء لا تحكي قصتي. فحسيت اكو خوف بالموضوع لا يروح يصير شيء، واحترمت هذا الشيء ولا راح احكي عنها الى ان هي تقول لي. بس احب اقول شغلة، هواي بنات اللي خايفين يحجون ايش دا يصير وياهم طلعوا واحكوا. انتم ما خسرتوا شيء، انتم مريتوا بمرحلة جربتوا انسان فاشل، انت ما راح ترجعين شيء الك، بس يمكن باكر عقبه وحده بنيه تسمع انت ايش تسوين وتتعلم منك، يمكن ما هي تسوي. ولا تخافين ترى العالم صارين يحجون اذا كنت مسوي او ما مسوي شيء، والعالم صارين يحجون بقصه واحد اليوم باكر ينسوا يحجون بقصه غيره. بس الاستفاده وين؟ واحد ثاني يتعلم من التجربه اللي انت خضتيها. هاي البنيه خسرت فلوسها، سارة خسرت فلوسها فوق $40,000 وما تعرف إذا راح يرجعون له لا. وهسه سارة واقفة على شعراية ما تعرف تفضح للولد قدام القرايب يمكن يجيب فلوسها، أو تروح تشتكي، أو تطلع وتقول اسمع المود يستحي قدام العالم وقدام المجتمع اللي يشتغل بيه لأن هو يشتغل ويا ناسه هواية معروف. ديروا بالكم، صح القانون لا يحمي المغفلين، بس اكو بنات من تجون تضحكون عليهم ودعتي ودعتك ابرياء بالبداية بس ينعلون جد جدك، وتستاهل اذا نعلوا جد جدك. انا بصراحه اقول يا ريت هاي البنيه ساره تطلع وتقول مني هي بالحقيقه وتقول منو مسوي هيك بيها. باكر عقب على المود هذا اللي دي يشتغل وعالم دي تثق بيه يضربوه بالقندره وروح حبيبي الله وياك. طبعا هذول القصص من طرف واحد، احنا ما سامعين الطرف الثاني. انا متاكد اكو حتى ولد واقعين بيجي مشاكل، وخاصه بكندا تعرفون سامعين هواي قصص ولد يتزوج يجيب وحده بلا 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 من هنا تجي هنا طلقه تنعل جد جده تاخذ نص اللي عنده. اكو حتى قصص على ولد، بس هواي ولد همين يستحون يطلعون يحجون ايش صار وياهم. يقول لك معقوله بنيه تضحك عليك؟ فكمجتمع من يطلع واحد يقول اني فلانه ضحكت علي يعني يستحي هذا الولد بعد يطلع بالمجتمع. بس بالعكس اتمنى ولد همين يطلعون يحجون، لانه اكو بنات هذا شغل عملهم. تتعرف على واحد تتزوجت الطلقه تسحب نص فلوسه تروح على الثاني، زوجة الطلقة تسحب نص فلوسه تروح على الثالث وهكذا. هالقصص اللي نزلتها جولي كم كومنتات شوية يعني شلون اقول لك، عالم ما مفتهم الموضوع شنو، مجرد يفوتون يكتبون كومنت. انا ما احكي عليهم هذول، بس احب اقول لك شغلة، انت اللي تقول مثلا ليش ما فلان تروح تشتكي على الشرطة
وليش فلانة تروح تساعد ولد، وليش فلانة دزت صورها لفلان وراح فضحها، وليش 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 وليش. يا عيوني، انت او انتي ما واقعين بهذا الموقف، انتو ما صايرين بفد موقف، من هيجي من برا قاعدين دا تتفلسفون. انتو اللي دا تقولون هيجي متأكد 100% عندكم مشاكل انتو بنفسكم، لو تحشوها للعالم راح يطلع واحد يتفلسف براسكم، لانه هذا اللي راح يتفلسف براسكم ما واقع بالمشاكل اللي انتو واقعين بيها. فيا حبيبي، يمكن انت ما واقع بيها وقاعد تتفلسف وصاير فيلسوف اخر زمانك، تحكم على فلان وفلان. من توقع بهاي المشكلة راح تحس بالألم وبالوجع بالشغلات اللي انت جاي تنصح بيها، بس انت بوقتها ما راح تقدر تسويها، لانه تكون اكو ظروف دار مدارك تمنعك من انه تروح تشكي وتحكي وتفضح وتسوي. اكو ناس تتحمل فضيحه، اكو ناس ما تتحمل فضيحه، اكو ناس عندها دلائل تروح تشكي على الشرطه، اكو ناس ما عندها دلائل تشكي على الشرطه لانه كان عندها ثقه بهذا الشخص. اكو هوايه امور ما تخليك تسوي اللي انت جاي تنصح بيه تسويه اذا وقعت باكر عقبه بهاي المشكله. يعني مثلا انت او انت اللي تحكين تقولين ليش صار عندهم ثقه بهذا الولد، باكر عقبه يوم راح تتعرفين على واحد وراح تشوفيه احسن انسان بالكون، و100% راح يصير بيناتكم صور ما صور هالسوالف. يقدر هذا الولد بكل خباثه يروح ينطي هاي الصور الواحد، وهذا الواحد ينشرج، وانت ما تقدرين تسوين فتشي لانه انت ما تعرفين منو هذا اللي ينشرج، وانت ما عندك دليل انه هذا صاحبك هو اللي ينطى صورك. فانت يوم راح تصيرين ضحيه لشغله انت بحياتك ما كنتي حاسبه لها اي حساب، مجرد انه كان عندك ثقه بواحد طلع كلب بن كلب، لا اكثر لا اقل. حاول تتفهم وجهه نظرهم شلون وقعوا، وبس عقبه يمكن تقدر تنصح واحد او وحده على مود ما يوقعون بنفس الفخ. وبعدين من وين نجيب لك هذا اللي راح ينقذك من هاي المشكلة. لو سمحتي. انت امور قوي. القلم ده وقع مني انت انقذت حياتي كده ازاي؟ علشان لابس بوكسر الشاذلي. تفضلي، ويجي لك فارس احلامك ينقذك لانه هو لابس بوكسر الشاوزلي، ما اعرف الشاذلي ما اعرف شو اسمه. ومن تجي امك تنصحك بنفس النصيحة تقول لك يابا هذا هيجي وهيجي وكذا وكذا، تقولي هذا فارس احلامي. ومن هنا يأتي المثل القائل قرد بعين امه غزال. انت بجد امور قوي، انا بجد معجبة بيك. هو انت ممكن تتجوزني؟ للأسف وانت مثل الثولة تحبيه رغم انه هو قال لك لا. أنا مرتبط. لو عايز تبقى فارس أحلام البنات لازم تبقى مرتاح، وعشان كده بنقدم لك بوكسر الشاذلي. لا والله يا جماعتنا بمصر، شنو هذا؟ ما هذا الإنجاز العظيم؟ يابا انتم تعتبرون الهوليوود مال العرب، لكم مصر هي البوليوود الهندية بس العربية. ما كنت متخيلكم تسوون هذا الرزاق وسلاف العراقي، والله العظيم حسيتكم جاي تسوون دراما عراقية وكلش اوفر. على فكرة ترى ما دا احكي على الدراما العراقية، بس احنا الدراما العراقية مالتنا مو كلش، عندنا كوميديا عراقية تخبل ايه، بس ما عندنا اي دراما عراقية. هو اثنينهم واقفين هيك، واحد بصف الثاني وهذا يحكي شلونك بابا، هلا بابا انت شلونك، شلون شغلك، هلا بابا ان الحمد لله. هذا الدراما العراقية مالتنا، ما عندنا اي دراما، بس قلنا كوميديا والله العظيم عندنا احلى كوميديا. فلا احد يقول لي ليش تحكي على الدراما العراقية، ما شايف شيء حلو بيها. كل هذا ودعايه مال بوكسر الشاذلي، شاذلي شذا والله ما اعرف حتى اسمه، اخي حتى اسمه ما يساعد يكون بوكسر، دا احسه دوا مال قحه. يعني اسمه بايحاءات يوم تسحك، اسمه بايحاءات، يعني شاذلي وشاذ وشذوذ كلش قريبين عن بعض. اني خايف لا البس البوكسر هذا ويصير عندي شذول كلش قوي، افتهمتوا قصدي شنو؟ ممكن كلنا نتفرج الدعاية كاملة وتأمل بحزن ماذا حصل للأمورة. أهم شيء لا ننسى وياها موضوع ايش يسمونه البوب كورن، كلش مهم. خلينا نتفرج. سمحتي. انت امور قوي. القلم ده وقع مني انت انقذت حياتي كده ازاي؟ علشان لابس بوكسر الشاذلي. انت بجد امور قوي، انا بجد معجبة بيك. هو انت ممكن تتجوزني؟ للأسف أنا مرتبط. نطالب جميع الدول العربية، دقيقة خلي نشيل البوب كورن نحطه على صفحة نرجع له بعدين. نطالب بكل الدول العربية أن تقطع الإنترنت عن أمنا العزيزة مصر. المصريين بنفسهم دا يطلبون أنه يقطع الإنترنت عن مصر. بعد قطع الإنترنت عن مصر الدولة الشقيقة، نطلب أن يتم تعليق هذا الشخص من البوكسر بتاعه في الساحة على مود يصير عبرة لمن يعتبر.
عبرة لمن عبر. عرفتوا المثل شنو قصدي؟ المهم لازم يتعلق هذا الإنسان بالساحة 3 أيام من البوكسر بتاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تعالوا جديات بعدنا ما خلصانين. عليكم الله واحد يجيب لنا هذا البوكسر نريد نجربه بشرفكم. واحد من مصر، اخاف عندكم باش عقبه سفره لمصر وجايين الكندا جيبوا لنا بوكسر شزلي شو اسمه شوزلي، هذا اللي لابسه ابو سنان مبين عليه اذا يجيب له هذا البوكسر يجوا له امورات. فيا ترى هل سوف اصبح امورا مثله وتاتي لي الامورات وتطلب مني الزواج؟ هل يا ترى سوف يحصل هذا؟ بوكسر شوزلي عليكم الله من مصر. قال شزلي قال ايش بيهم الناس متخربطين هالايام؟ الرجال ما عندهم دورة شهرية مثل النساء، رغم انه عندهم دورة هرمونية. هسه احنا شو نسوي؟ نشتري شي يسمونه؟ ما نشتري شي يسمونه؟ زين يا شي يسمونه نشتري، زين الشي يسمونه شلون تدخل واحد يعلمنا على الشي يسمونه؟ ترى احنا بحياتنا ما مستعملين الشي يسمونه يا اخي. تعبت هواي جملة بيها شي يسمونات. انا حرت وهل انت حائر ايضا عزيزي المستمع؟ بس اللي بدي اقوله قولي حبيبي قولي. بدي اطلع البوب كورن عشان اسمع لك كويس. منيح والله ما اعرف حتى اللهجات قامت تخبط بيا. انه الوجع والألم يلي بتختبره المرأة بالدورة الشهرية من كرامبس او هيدول الاوجاع ما قبل الدورة بيوازوا حسب الاطباء باخر ابحاث انه بيوازوا الوجع للشخص هو عم يختبر الذبحة القلبية الهارت اتاك. هالقد الألم قوي وحقيقي. اي يا عمر ليش انت ما بتعرفي شو بيصير؟ هلا انا اقول لك شو بيصير. الدورة اللي تمر عليك الشهرية اللي انت عم تحكي عنها بتمر عليك مرة بالشهر. احنا كشباب نتعرض لأعراضها لمدة شهر كله. احنا بنتحمل أعراضها طولة الشهر. يعني انت تجيلك 7-10 ايام احنا نتحملها شهر كامل. وسوف اشرح لك كيف يتم هذا. كم تغبط عربي فصحى في سوري في لبناني في كل شيء على المتفتهمني الاخت. مثلا انت بتفوتي بحالة دورة شهرية ونحن ندخل بحالة استنفار. لا نعلم ماذا سوف يحصل. اسأليني أنا. يعني بنحضر أدفل وبندول وبأحيانا بنحضر لوجع الرأس وأمراض الشقيقة اللي سوف تأتي للشباب من بعد دورتك الشهرية التي سوف تأتي مرة في الشهر. وتستمر هذه المشكلة لمدة أسبوع أو 10 أيام. خناق، عراك، استفزازات، نكد، ولا يعلم أسبابها حتى رب العالمين. وهون بيكون يوصل الشاب يا عزيزتي المتفرجة لحالة الجنون، أو إذا كان متزوج لحالة الطلاق. خلصت الدورة الشهرية تبعك يا حبيبي اللي تجيك مرة بالشهر وتبلشي حياتك الطبيعية. أما الرجل فلا تنتهي الدورة الشهرية، فيأتي موعد الإصلاح. راح تقولين أي إصلاح؟ أنا أقول لك أي إصلاح يا روحي. حضرت جنابك في الدمار والعناء والشقاء والبقاء والبكاء وهذه السوالف. فالشاب راح يجي في دورة الإصلاح، فأكيد لازم بده يكون هون يعني مراحل الإصلاح. وهذه المدة يمكن تكون 7 أيام إلى 10 أيام حسب. فهون الشاب بعد ما أن ينتهي من مرحلة الإصلاح وهي المرحلة الثانية، لأنه المرحلة الأولى كان في دورة شهرية وياتش يعني هو هم فايت بالدورة. بالمرحلة الثانية سوى إصلاح، هاي أوريدي راحت 20 يوم. الشاب سوف يدخل المرحلة الثالثة من الدورة الهرمونية مالته واللي هي مرحلة الاستعداد. راح تقولي لي استعداد لشو؟ بقول لك استعداد لشو. بده يحضر استعدادا للمرحلة الجاية من حضرة جنابك ودورتك الشهرية الجاية. يعني هو دخل وياك دورة، انت طلعتي كملتي حياتك، هو كمل مرحلة الإصلاح، خلص مرحلة الإصلاح، بده يفوت المرحلة التمهيد للمرحلة الجاية من الدورة الأخرى. شفتي يا روحي انت بتفوتي بدورة شهرية مرة بالشهر، نحن كل الشهر دورة شهرية عنا الله وكيلك. اسأليني أنا بعرف. فيا حياتي على كلامك هذا نحن كل يومية دورة عنا. قال دورة هرمونية، قال الزرقط انت والدورة. وكملي حبيبي كملي. بس العلماء ما بحثوا فيه إلا مؤخراً. ليش؟ لأنه ما بتجيهم. والأبشع إنه الدعايات الخاصة بالمنتج أو المنتجات اللي علاقة بالصحة والدورة الشهرية بتقلك إنه لا هلأ أنت فيك تعملي شو، فيك تلبسي أبيض، فيك تسبحي، فيك حورية الأخت حورية والله العظيم. كل يومية عم تسبح، بس لما تجي الدورة الشهرية ما تقدر تسبح. تقبرني حورية، حوت دولفين بهاليومين 3 ما بتقدر تسبح. قلبت الدنيا. تقبرني أنا ما بتقدر تلبس أبيض، وكأنها كل يومية لابسة فستان العروس، كل يومية لابسة أبيض. سبحان الله، بهذا اليوم خاصة تدمرت مشاعرها لأنها لن تستطيع أن تلبس الأبيض.
تبا لكم أيها الرجال لأنكم لا تفهمون بما تمر به هذه الحورية. والله ما أعرف حورية، ما أعرف عروسة. كملي الفيديو أختي، كملي. حلنا نعترف، يعني نطلع من دائرة الإنكار ونعيش ألمنا. إذا هو هالقد قوي وحقيقي حلنا نعترف فيه، ما بقى لازم نتخبى بخيال إصبعنا. وبرأيي بالعكس ممكن نرتب جدول الشهري حول هالدورة، هيك بكون عم بحترم حاجات جسمي. اعترفي فيه يا روحي، اعترفي. مين ماسكك؟ بس مشان الله لا تدخلينا فيه. والله ما بدنا نفوت بهاليوم بهالفترة. والله احنا كمان بنعترف معاكم والله العظيم، بس خلونا برا الموضوع. في عنا دورة هرمونية ماكلين خرا فيها، ما بعرف من وين اجت. شباب شرفكم احكوا لي بهذا الموضوع. شو وقت دورتنا؟ شنو نلبس؟ نقدر نسبح؟ هم لازم نشتري شي يسمونه؟ واذا اشتريناها وين نخليها؟ بشرفكم عمري راح يفوت ودخلت عمر الشيخوخة واني ما بعرف شي. علموني الله دخيلكم اني. قال دورة شهرية، قال اروح لكم فدوة من واحد يحكي على فد لهجة او فد شي. والله العظيم ليس كرها بهذه اللهجة او بالعكس محبة بها. ترى الموضوع ما بلا اهانة ولا استفزاز من واحد يحكي بلهجة ثانية او يذكر دولة ثانية. موضوع ما بأي استفزاز او اي اهانة. مثلا راح اجيب لكم مثال حي عن دولة العراق، بما انه اني من دولة العراق. على مود الدول الجوار لا يزعلون وجايب اسامينا لانه الجماعة صارين كلش حساسين. بس تجيب اسم دولة طب قمز لك واحد دفاع ومشغل له بي كيسي ودا يدافع عبالك انت متهجم عليه. هنشوف الفيديو. بالجرم المشهود وبشقة مفروشة بحي الحمراء في بيروت، قوى الأمن الداخلي في لبنان تعلن في بيان توقيف أشخاص من الجنسية العراقية إضافة إلى قاصرين للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة. وسائل إعلام لبنانية كانت أفادت باعتقال 6 عراقيين بتهمة اغتصاب قاصرين من الجنسية السورية، لكن بيان قوى الأمن الداخلي أوضح أن عدد الموقوفين كان 4 عراقيين إضافة إلى قاصرين لبنانيين، والذي أشار أيضا إلى أن التحقيق جار مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. طلع بالأخبار يقولون أكو عراقيين مسوين جريمة بشعة. ماشي؟ أوكي. هذول العراقيين احنا ما نتشرف بيهم، وهواية كومنتات على هذا الفيديو كانوا دي يحجون. العراقي كان طالع دا يحكي يقول هذول لا يمثلون العراق وهذول عار على العراقيين. ولا كومنت تشوفه بهالفيديو طالع واحد وساب لبنان لأنه على أساس صارت الجريمة بلبنان. لبنان ما له علاقة بالموضوع. جريمة سووها شباب عراقيين والكل انتقدهم والكل ضد هذا الموقف الصار. جريمة بشعة كلش. ما شفت عراقي طلع وقال لبنان تكرهنا ولأنه ما أعرف شنو. يعني تخيل أنت مذيع أخبار لازم تجيب تفاصيل وأسامي، فمن واحد يطلع يقول اسم دولة سوت شيء أروح لكم فدوة لا تزعلون. يعني تخيل وياي، تخيل أنت تتفرج أخبار طلع لك المذيع لقد حصلت حرب بين دولتين وسكت. زين هسه أني دا أتفرج، شنو ذنبي ما أعرف منو هذول الدولتين؟ يابا شنو المذيع ما يقدر يقول اسمهم عن الدولة الفلانية لا تزعل والدولة الفلانية لا تزعل. حساسية صايرة فول. العالم ماكو بس تتحسس وفلان دا يسبني وفلان دا يحكي علي. حبيبي منو دا يحكي عليك؟ شي صار ودا يقولون منو سواه. وهذا المثل حبيت أذكره عن الجالية العراقية. يعني أقول لكم كعراقي عادي أطلع وأقول الجالية العراقية مسوية فتشي، اطلع واقول فلان جاليه سوى فتشي. الانتقاد مو فتشي مو زين، بالعكس الانتقاد شيء كلش زين. وهواي فيديوهات طالع منتقد جاليتنا العراقيه باشياء هوايه ما مسويتها حلو، موضوع كلش طبيعي. اما بعض الدول من تطلع عليها اخبار انه يابا مواطنين فلان دوله سووا فلان شيء، يطلع لك واحد من هناك دخيل انا ربي دولتي زعلوها جرحوها لقد كانت دولتي ما اعرف شو. حبيبي ما حد حاكي على الدوله. وداعتك المواطن من يسوي بشاعه بفلان منطقه يذكرون هو من يا دوله بس هم ما يحكون على هاي الدوله. والله العظيم يعني يا جماعه تخلف عندكم صاير فول. ترى والله العظيم موضوع الانتقاد والله زين. يعني انتم تشوفون الانتقاد فشي مو زين، واحد ينتقدكم تزعلون. حبيبي الاجانب المثقفين هسه تروح اجنبي فاتح لك مطعم، هاي 1000 مره قايلها وارجع اقولها، من يفتح المطعم يقول لك تعال سوي لي سيرفي، جرب اكلي وفوت على الويب سايت مالي قول شنو المطيب وشنو طيب. ليش؟ على مود اني كصاحب مطعم اجمع اراء الناس واطور من نفسي.
عندنا العرب عكس هذا الشيء. الدولة الفلانية اجالها انتقاد، طلعت الدولة الفلانية تنطح وتلطم. الناس يكرهوني والناس يحشون عليه. حبيبي موضوع ما له علاقة بكرة. أنا أقول لك يا دولة يا فلانية ما عندك أنهار، حفري لك فد نهر تصيرين زينة. ما دا اسبك ولا دا احكي عليك والله العظيم. يا بش بيكم افتهموا انتقاد شيء ايجابي مو سلبي. كل صار حساس ويشغل له دفاعات ومحضر له بي كيسي وزعلان، وهذا ليش يحكي على دولتي وهذا ما شنو دولته زباله وما اعرف شنو. ابسط شيء يا اخي، خلينا نقول مواطن من دولة عطارد راح لدبي. بدبي اكو قانون ما تقدر تشمر زباله بالشارع، يجون يخالفوك ينعلون جدك، وهذا شيء كل زين انا اشوفه. من مواطن من دولة عطارد يروح سياحة لدبي ويذب زبالة، من ياكل غرامة ما يطلع هذا المواطن الزبل يقول دبي تحاربني لأني من دولة عطارد، يتفي عليك وعلى دولة عطارد اللي لفت شكولات مثلك. فيا حبيبي من واحد ينتقدك لا تدخل الدولة بالموضوع، الدولة ما لها علاقة. تصرفات الشخصية للأشخاص لا تمثل تصرفات الدول وحضاراتها وتاريخها وإلى آخره. يطلع لك واحد من عطارد يبكي المجموعة الشمسية تزعلنا، لا يحبوننا. بابا ما تروح تنشب، طال حظك وحظ المجموعة الشمسية مالك. أحب أقول لكم اهدوا، كونوا ناس متفاهمين، تاخذ وتنطي. من واحد يقول لك أنت مسوي شيء غلط، يمكن تقدر تاخذ الغلط تعدل بيه، تستفاد منه وتتطور. إذا أكثر من واحد قال لك عندك نفس الغلط، أعتقد أنه بيك هذا الغلط. ترى هذول ما دا يكرهوك. نروح لك فدوة، لا تطلعوا تبكي ولا تضوجونا بهاي الحساسية مالتكم. ترى من مشكلة حساسيتكم العالم قامت تخاف تحكي وياكم فدشي، لا تاخذوه بحساسية وموضوع شخصي وزعل وما زعل. أروح لكم فدوة شوية ريلاكس، إلى أن نشوفكم بالحلقة الجاية وإن شاء الله كلكم تكونون ريلاكس. تحياتنا لكم.